الشقة رقم 7، وفي شارع هادي عادي جدا. كانت فيه عمارة ملهاش ملامح، عمارة محدش بياخد باله منها وهو معدي. لكن في الدور التالت، الشقة رقم 7 كانت شايلة سر بدأ بجثة وانتهى بحقيقة أبشع من أي خيال ما كانش ممكن حد يتوقعه. صوت خبطات عنيفة ومتتالية على خشب، وصوت نهجان: يا باشا افتح بالله عليك، يا أستاذ محمود، يا سعادة البيه افتح. مفيش رد. صوت كسر الباب بقوة، بعدها صمت تام ما بيقطعهوش غير صوت نفس البواب العالي والمهزوز. يا مري، يا ساتر يا رب، يا نهار أسود ومنيل. كانت لراجل في الأربعينات، مرمي في نص الصالة. عينيه كانت مبرقة بطريقة تخوف، كأنه شاف حاجة مرعبة قبل ما روحه تطلع. بس الأغرب من المنظر إن ما كانش فيه نقطة دم واحدة في المكان. البيانات يا ابني، الضحية اسمه إيه؟ محمود العشري يا فندم، ساكن هنا لوحده من 2 سنين، ملوش اختلاط بحد. مفيش كسر في الباب، مفيش علامات مقاومة، والبيت مترتب زيادة عن اللزوم. ده معناه حاجة واحدة: اللي قتله دخل بمزاجه، والضحية كان عارفه، وعارفه كويس قوي كمان. صوت قفازات براستيك، وصوت تقليب في ورق وأدراج. إيه ده؟ مفتاح يا فندم؟ لا، ده مش مجرد مفتاح شقة عادي، ده مفتاح قديم من النوع اللي ما بقاش موجود. والمشكلة إن الشقة دي أبوابها كلها حديثة. الراجل ده كان مخبي حاجة، وحاسس إنه كان مستني حد هو خايف منه. صوت جرس باب، والباب بيتفتح ببطء وصوت تزييق. نعم، في حاجة يا بيه؟ حضرتك ساكنة في الشقة اللي قصاد رقم 7. شفت الأستاذ محمود امبارح؟ أنا ماليش دعوة بحد يا سعادة البيه، أنا في حالي بدخل وقف الباب عليا. ولا سمعتي أي حاجة؟ أي صوت غريب؟ سكتة طويلة، الست بتبلع ريقها. كنت سامعة صوت، بس ما كانش خناق، كان في صوت ضحك عالي وغريب، كأن في حد بيموت من الضحك جوه الشقة. ضحك في شقة فيها جريمة قتل؟ دي كانت أول خيط في لغز ملوش ملامح، بس الخيط ده سحبهم لمكان ما كانوش مستعدين ليه. صوت ضغط على زرار تسجيل بلاي. شغل التسجيل ده يا ابني، اللي لقيناه تحت السرير. صوت ضحك رفيع هستيري متكرر، بيتحول لصرخة مكتومة في الآخر. يا فندم، الضحك ده مش طبيعي، ده مش صوت بني آدمين. مش عايز تخاريف، هات لي سجل المكالمات وكل اللي كان ليهم علاقة بالضحية في الفترة الأخيرة. فحصنا كل حاجة يا فندم، مفيش غير رقم واحد اتكرر كتير، صاحبه القديم، واحد اسمه حسام. بنهجان ورعب: والله ما عملت حاجة يا باشا، أنا ماليش صلاح بموته. بهدوء مخيف: آخر مرة شفته فيها إمتى يا حسام؟ من أسبوع، كان حاله يقطع القلب. كان ماله؟ خايف من إيه؟ سكتة. حسام بيبص حواليه برعب، كان بيقول لي كلام مش مفهوم. كان بيقول لي لو جرالي حاجة يا حسام، لو اختفيت، روح دور عليا في الشقة رقم 7. بيستغرب: ما هي دي الشقة اللي لقيناها فيها، أنت بتهزر؟ حسام بيوطي صوته جدا وبيرتعش: لا يا باشا، محمود ما كانش قصده على شقته، كان قصده على الشقة التانية اللي رقمها 7 في نفس العمارة. صمت مفاجئ، المزيكا بتقف. في نفس العمارة كان في شقة رقم 7 تانية، شقة مش موجودة في سجلات الحي، ومحدش سكن فيها من 10 سنين. شقة بيقولوا إن اللي فكر بس يقرب من بابها ما طلعش منها تاني. موسيقى نهائية قوية وسريعة وتختفي فجأة. الدور الرابع، مكان مهجور، مفيش رجل بتعتبه، ريحة تراب كتم النفس، وسكون يقبض القلب. يا فندم، انت متأكد ان في شقة هنا؟ بنبرة هادئة ومركزة: مش متأكد يا جابر، بس الإحساس ده عمره ما خيب ظني أبدا. يقترب من باب قديم متهالك، مكتوب عليه برقم باهت: 7. أول ما الباب اتفتح، الهوا كان تقيل ومكتوم، كأن الحيطان بتتنفس، كأن المكان لسه صاحي. صوت سقوط مفاجئ لشيء خشبي. ايه ده؟ مين هناك؟ ايه ده؟ المكان ده مش مهجور زي ما كنا فاكرين، في حد بيتردد عليه.